أيها المسلمون، هناك مواقع ومنصات إعلامية لا تستغل وسائل التواصل لتوعية الناس وتثقيفهم، بل تقوم بالتضليل الإعلامي وتصفية حسابات سياسية، والضحية بعد ذلك هم الناس المساكين. فاحذروا من السماع لهؤلاء، فهؤلاء والله مفسدون. ومن الأمثلة على ذلك أن خطيب عرفة ذكر أمس في خطبة عرفة لعام 45 كان يحذر من استغلال الحج لنشر الشعارات السياسية، وهو يقصد بذلك إيران وأتباعهم. فكتبت المنصات يقولون: انظروا، خطيب عرفة يحذر من الدعاء إلى أهل غزة. من قال هذا؟ لماذا هذا التضليل الإعلامي؟ ولماذا هذا التلبيس؟ لمصلحة من مثل هذا التضليل؟ يجب علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء المضللين الذين يضللون.